مرت الأيام لغاية ما جه اليوم التالت اللي قال لي عليه، وفعلا اتقابلنا على نفس الكافيه اللي قعدنا فيه أول مرة. قال لي ها قررتي؟ سكت شوية وبصيت له قلت له موافقة. موافقة بس عندي شرط زي ما انت كمان كان عندك شروط. قال لي اتفضلي. قلت له انا واحدة هتدي لك شبابها وعمرها، ومقابل ده اولا اهلي لازم يعيشوا في مكان مش اقل ابدا من المكان اللي احنا هنعيش فيه، واخواتي يتعلموا في احسن مدارس، وابويا يتعالج في احسن المستشفيات، وكمان تكتب لي مهر يأمن لي مستقبلي، وتكتب لي المكان اللي احنا هنعيش فيه. قال لي موافق بس بشرط انك تكوني زوجة مخلصة ليا، وزي ما اتفقنا موضوع اعلان الجواز ده مش هيتعدى افراد عيلتك، لكنه هيكون على سنة الله ورسوله. قلت له خلاص متفقين. قال لي تمام جهزي حالك والجواز ان شاء الله هيكون الاسبوع الجاي. هزيت راسي بالموافقة وقمت ركبت العربية علشان توصلني للبيت. مشيت من عنده رغم اني اتخذت قرار جوازي، بس انا كنت حاسة اني مش مبسوطة. بالعكس كان في قبضة في قلبي مش عارفة سببها ايه، وكمان كنت بفكر في بندق الشخص